كتير من أصحاب المشروعات الصغيرة بيحسّوا إن ما فيش فايدة، بيحسّوا إن الموضوع بيبوظ منّهم، فواتير التشغيل عمّالة بتتراكم، الموردين عايزين فلوسهم، دايمًا عندهم منافسين بيطلعوا كل يوم، دايمًا حاسس إن عنده مشاكل، دايمًا حاسس إن الbusiness مش في أحسن حالاته. كل مشروع من المشروعات الصغيرة اللي إحنا بنبُص عليها، المشروع ده ليه الإصدار العالمي بتاعه، ليه الinternational version، ليه الشكل العالمي اللي قدر ينجح واللي قدر يغزو أسواق كتيرة أوي، سواء في المنطقة العربية أو في العالم. أنت النهارده لو كنت صاحب مطعم، لو كنت صاحب كافيه، ما تبقاش فاهم إن أنت بتفتح وبتقفل علشان أنت صح أو غلط، أنت مش مذاكر الإصدار العالمي. إحنا هنحاول من مذاكرتنا ليهم على مدار ال15 سنة اللي فاتوا دول كلّهم، ساهمنا مع ناس كتير وشركات كتيرة متوسطة وصغيرة وكبيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قدرنا إن إحنا ندخل معاهم في العالم بتاعهم، قدرنا إن إحنا نساعدهم على إنهم يتجاوزوا العقبات اللي واجهوها في الأسواق، سواء من العملا، سواء من الشراكات اللي هم بيكوّنوها، سواء من الاقتصادات اللي حصلت معاهم، سواء من الظروف اللي كانت محيطة بيهم، سواء لوجستية، سواء اقتصادية، سواء سياسية. وهنقدر نعمل الكلام ده كله في روشتة صغيرة. الهدف من الروشتة دي ان احنا نقول لك ايه الوجع اللي عندك وازاي ان انت تقدر تتحسنه في اسرع وقت ممكن في البيزنس بتاعك. ابعتوا لنا كل المشاكل اللي انتوا عطلانين عليها في الشغل بتاعكم، هرد عليها بنفسي ان شاء الله. ان شاء الله نقدر نساعدكم كلكم، واتمنى ان انتوا ان شاء الله البيزنس بتاعكم يبقى مكتوب له النجاح والتوفيق باستمرار. استنوني في روشتة مع اوبرا.